السلام عليكم احبابي، كل سنه وانتم طيبين. يا رب دايما كده تكونوا في خير وسعاده يا رب. في فيديو النهارده هنعمل كحك العيد الدايب بتكات واسرار كده اول مره تعرفوها. والكحك مش بكتر السمنه، هقول لكم على اسرار وتكات هتطلع معاكي الكحكه ناجحه ودايبه دوب، وكمان في نفس الوقت كده ماسكه نفسها مش عامله زي التراب. يعني هتلاقيها متماسكه وحلوه، واول ما تقطميها كده تلاقيها بتدوب في بقك. كمان هقولك على شويه حاجات كده تظبطي بيها الكحك كده، هتطلعه معاكي ناجح وهيطلع معاكي كده حاجه تشرف وتبقي استاذه فيه. في تريكات كده هقولك عليها، خصوصا ان احنا بنعمل الكحك في فصل الشتاء، وانتوا عارفين ان اي معجنات بتحب الجو الدافي. يلا بس كده تابعي الفيديو للاخر واهتمي بكل تركايه فيه، وتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده، لو انت هتحشي الكحك بتاعك يبقى تحضري الحشوه، سواء كانت ملبن او عجوه اللي هي التمر علشان اخواتنا في الدول العربيه. يبقى تحضري الحشوه الاول. انا هنا معايا 250 جرام من الملبن، حطيتهم في بوله كده هعجنهم. هضيف عليهم الاول معلقه كده كبيره من السمنه، وهضيف عليهم كمان معلقتين من المكسرات المجروشه. انا هنا كده ضفت السمنه وببدا ان انا اعجنها لحد ما تبقى الملبن معايا طريه جدا كده وكريمي زي ما انتم شايفين. بعد كده هنزل بالمكسرات، والمكسرات هنا عبارة عن عين جمل ولوز وبندق وسوداني مجروش، وما تكونش مطحونة ناعم أوي، تكون مجروشة بالشكل ده. هنزل كده بحوالي معلقتين كبار على الملبن، وبعد كده هبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. الحشوة دي بقى اختياري وبتاعتك انت، سواء هتحطي عجوة اللي هي التمر او الملبن او العجمية. اهم حاجة لما نستخدم الملبن او العجوة نضيف لهم معلقتين كده من السمن او معلقة كبيرة من السمنة، ونعجنها بيهم كويس علشان الحشوة تبقى معايا كده في قلب الكحكاية، تبقى طرية كده وما تأستكش معايا. ما تحسوش ان وانتوا بتقطموا الكحكاية كده ان الملبن فيها كده ناشف ومجلد معاكي. شايفين ده كده شكلها النهائي. هبدأ بقى ان انا اكورها كده واعملها كور في قلب الطبق بالشكل ده. الكرة بتكون قد البلية كده زي ما انتم شايفين، ما تبقاش كبيرة قوي، يعني يكون من حوالي 8 ل 9 جرام كده بالشكل ده. ما تبقاش كبيرة قوي، قد البلية كده زي ما انتم شايفين. كمان الناس اللي هي بتغلفوا بالنشا، لا بلاش تغلفي بالنشا خالص. السمنة اللي احنا عاملينها بيها الملبن مش هتخليها تلزق معاكي ولا اي حاجة. وزي ما انتم شايفين انا بحطها، مفيش اي مشكلة خالص. وبكده اكون خلصت الكمية كلها معايا، بقت جاهزة كده على الحشو على طول زي ما انتم شايفين. كمان اعمل نفس الكلام برضو ونفس التركات في العجوة، بس بضيف بدل المكسرات معلقتين من السمسم، وبكورها زي ما انتم شايفين بالظبط. برضو بحط لها معلقه كده كبيره من السمنه وبدل المكسرات سمسم، وبتتكور وبرضو بتبقى جاهزه معايا كده على الحشو. تعالوا بقى نروح للخطوه اللي بعد كده. معايا كده كيلو من الدقيق، انا هشتغل لكم بكيلو من الدقيق وهقول لكم المقادير بتاعته. السنه اللي فاتت عملت 2 كيلو، فناس اتلخبطت كتير، فانا هعمل معاكم مقدار الكيلو دقيق، ولو عايزه تزودي هتضاعفي الكميه. كيلو الدقيق زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، بتستخدموا دقيق مخصص للكحك والبسكوت او استخراج 72%. كيلو الدقيق بحط عليه معلقتين كبار من السمسم، ومعلقة ونص من البيكنج باودر، ونص معلقة من المحلب، بيدي طعم وريحة حلوة جدا للكحك. وكمان معلقة من توابل الكحك، بتتجاب من عند اي عطار، بس يفضل انت تجيبيها من عطار موثوق منه عشان يديكي توليفة تكون كويسة. وبحط كمان معلقة كبيرة من اللبن البودر، بتدي طعم حلو جدا ولون كمان للكحك حلو قوي. ومعلقتين من السكر البودر، ومعلقتين كمان من النشا، وحط ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من الخميرة، ودي اختياري ممكن ما نستخدمهاش خالص، ولكن انا هضيفها علشان زي ما قلت لكم احنا في الشتاء والجو ساقعه، فهيبقى صعب ان الخميره العجينه تترفع معايا. فاحنا حاطين نص معلقه صغيره من الخميره بس علشان تساعد في ان الكحكايه تبقى هشه معايا. لكن لو بتعملي العجينه في الصيف هنستخدم البيكنج باودر بس، يبقى كيلو الدقيق عليه معلقه ونص من بعد كده هنزل بالسمنه، وهنا معايا 550 وهنا جرام السمنه لازم معايا تكون دافيه، تكون سخنه ولكن مش مقدوحه مش مغليه. وهقول لكم ايه الفرق دلوقتي.
السمنه هنا تكون دافيه معايا علشان الجو ساقعه، علشان العجينه تطلع معايا كويسه. احنا عايزين السمنه بتاعتنا بقى نقلب السمنه كده مع الدقيق، وبعد ما الدقيق يتشرب كل السمن اللي معايا ببدا ان انا ابسه كويس قوي ما بين راحه ايديا كده، ابسه كويس جدا جدا. الدقيق اللي انا مستخدماه هنا هو دقيق الاصيل استخراج 72%. ممكن كمان تستخدمي دقيق الاهرامات لو هتجيبي دقيق سايب، برضو اسمه الأهرامات ومخصص للكحك والبسكوت، وبرضو استخراج 72%. تقدري تستخدمي أي نوع دقيق انتي بتفضليه، ولكن يكون الاستخراج بتاعه 72% علشان خاطر يديكي نتيجة كويسة، لأن في دقيق معانا بتاع المعجنات أو المخبوزات العادية بيطرد معانا السمنة أو بيطرد المادة الدهنية، وفي دقيق كمان بيتشرب سوائل كتير جدا، فلازم تجيبي الدقيق يكون مخصص للكحك والبسكوت. والدقيق المخصص للكحك والبسكوت بيكون مكتوب عليه استخراج 72%. هنا بقى هبتدي ان انا استغنى عن المعلقة وابتدي اعمل بايدي، هبتدي ابس العجينة بايدي، ومش هلبس جوانتي علشان خاطر انا عايزة اشوف ملمس العجينة علشان تكون اتشربت معايا كويس جدا، واحس بملمس العجينة في ايدي ان انا كده خلاص وصلت للقوام المظبوط. تعالوا بقى كده واحنا بنمس العجينة اقول لكم السؤال اللي ممكن يخطر في بالكم وتقولوا يعني ايه محلب. المحلب ده بيتجاب من عند العطار، بتجيبيه ناعم، او لو اداهولك حصى كده بتكون الحباية سليمة، بتطحنيها في المطحنة اللي بتطحني بيها السكر عادي جدا، بيطحن معاكي ناعم قوي. بيستخدم كده في الكحك، وكمان لو هتعملي برضو قراقيش بعجوة برضو بيديله طعم حلو جدا. والبهارات برضو بتاعة الكحك بتجيبيها من عند العطار، بهارات الكحك غير ريحة الكحك. بهارات الكحك بتبقى عبارة عن شوية توابل كده زي حبهان ومحلب وتوليفة كده، العطارين بيكونوا عاملينها، عشان كده انا بقولك هاتي عطار يكون كبير ويكون كويس علشان تلاقيه عامل بهارات الكحك دي تكون كويسة. تعالى اقولك بقى ليه مش هنستخدم السمنة تكون مقدوحة قوي. السمن الكحك على السخن بيحمي قوي قوي على الصدر، يعني تاكلي الكحكايه كده بعد كده تلاقيها حميت كده على معدتك وبقت حاميه قوي، وممكن كمان تعمل حموضه. زمان كانوا بيعملوا الكحك على السخن عشان كانوا بيعملوا كميه كبيره جدا جدا، وكانت بتقعد معاهم فتره كبيره قوي، لكن احنا مش محتاجين. فما تعمليش السمنه مقدوحه قوي ولا بتغلي علشان هتحمى على المعده بعد كده. السمنه معانا تكون دافيه. بعد ما الاقيها خلاص كده كل الدقيق اتشرب السمنه اللي معايا وبقى عامله قوام كده زي العجينه طريه جدا جدا كده، هبتدي ان انا اضيف كوبايه من الميه او الحليب الدافي، والميه برضو تكون دافيه، بلاش تكون ساقعه علشان العجينه ما تنشفش منك او تفرول معاكي. ولو حسيتي ان هي نشفت او فرولت معاكي فهتديها سوائل زياده، وما ينفعش ابدا العجينه تاخد سوائل زياده، لان مهما حطيت لها سمنه وكترتي فيها سمنه، ودي التركيه اللي انا بقول لكم عليها، ان الكحك مش بكتر السمنه. مهما تكتري العجينه سمنه وتحطي لها ميه وتحسي ان هي لسه ناشفه ومفروله معاكي بسبب انك حطيتي ميه او لبن ساقع، فهتقعدي تديها سمنه، وفي الاخر لما تسويها وتدخليها الفرن هتطلع معاكي برضو الكحكايه ناشفه وكانك مش حاطه فيها سمنه. ولو في ناس حابه الكحكايه تكون ناشفه شويه او مقرمشه شويه، بيبقى بتقللي السمنه مش بتزودي السوائل. بعد ما عجنت العجينه كده ببتدي اختبرها علشان اشوفها، بدعكها كويس جدا بين راحه ايدي كده، وابدا ان انا اغرس كده في النص. لو شققت معايا يبقى هضيف لها شويه ميه كمان. انا هنا باقي عندي من الكوبايه حوالي تلت الكوبايه ميه، زودت كده نصهم وهزود الشويه التانيين كمان، فكده كيلو دقيق خد معايا كوبايه من الميه. كمان عايزه اقول لكم ان العجينه بتاعه الكحك ما بتعجنيش فيها كتير علشان ما تعضمش معاكي، بتقلبيها بس كده علشان خاطر تلمي العجينه مش اكتر. ببتدي ان انا اشوف العجينه برضو تاني كده خدت قطعه، وبرضو دعكتها شويه كده ما بين راحه ايدي، فلقيتها برضو لسه فيها تشقيقه بسيطه، فزودت باقي كوبايه الميه اللي معايا، باقي منها حوالي ربع كوبايه كده، فانا حطيتهم زي ما قلت لكم كده كيلو دقيق خد معايا من كوبايه الميه. قلبتها برضو كويس كده تقليب بس بدون عجن لحد ما الميه اختفت معايا وبقت العجينه خلاص كده معايا تمام. عملت لها اختبار برضو للمرة التانية كده ولقيتها ناعمة معايا وزي الفل. اهم حاجة العجينة لما تيجي تاخديها ما تكورهاش وتشكليها وتحطيها في الصاج على طول، لا لازم تدعكيها شوية كده ما بين راحة ايديكي لما تحسي ان العجينة معاكي لونها افتح.
هتدعكي قطعة بقطعة، القطعة اللي انت هتاخديها هي اللي تدعكيها كده ما بين راحة ايديكي وانت بتشكليها، تلاقي لونها فتحي معاكي، تروحي بقى مدوراها كده ومشكلاها، هتطلع معاكي زي الفل. الخطوة دي مهمة جدا، هتطلع معاكي كحك مظبوط دايب ريحته حلوة، في قرشة كده بسيطة تحطيه في بقك كده بيقطم معاكي وفي نفس الوقت بيدوب في البق. بدأت بقى ان انا اجهز الصاجات بتاعتي وجبت المناقيش. اهم حاجة المنقاش بتاعك عشان يطلع معاكي الشكل كويس، يكون المنقاش كده السنون بتاعته قد بعضها، ما تبقاش السنون عكس بعضها، لا تكون متساوية كده، يبقى المنقاش معاكي تمام وهيطلع معاكي النقشة كويسة. نبدأ بقى نشتغل على طول. العجينة ما ينفعش تتركن، اول ما تخلصيها تشتغلي بيها على طول. هبدأ بقى ان انا اشكل كور كده، الكورة معايا تكون من 20 ل21 جرام، ولو ما عندكيش ميزان وبالنظر كده هتخليها قد الليمونة الوسط. بدأت اشتغل كده وابدأ اكور كده الكور كلها كده عشان تبقى قد بعضها. معايا الميزان وبخليها من 20 ل21 جرام كده كل كورة، زي ما انتم شايفين، زي ما قلتلك تخليها كده قد الليمونة الوسط. بعمل كل 5 6 كور كده، وبعدين ابتدي اشكلهم بالمنقاش او بالبصامة. اهم حاجة الكورة لما تيجي تكوريها كده تضغطي عليها كده وهي في راحة ايدك، يعني تدعكيها شوية ما بين راحة ايديكي لحد ما لونها يفتح، ما بتاخدش وقت خالص بس بتديكي نتيجة ممتازة. ببتدي بقى ان انا اشكل بالمنقاش كده. عندنا اشكال كتيرة جدا جدا، ممكن تعملي شكل الوردة دي كده بالشكل ده، ممكن تعملي شكل 7 في 8 كده بالشكل اللي انا بعمله ده. كمان ممكن تعملي 4 عكس 4 اللي هو بتنقشي بالمنقاش كده بالطول وبعد كده عكسه بالعرض. عندك اشكال كتير جدا جدا ممكن تعمليها بالمنقاش زي ما انا بعمل كده بالظبط. لو انتي مش عارفة تستخدمي المنقاش او مش عارفة تعملي اشكال، ممكن كمان تستخدمي البصامة. زي ما انتوا شايفين العجينة بتتنقش معايا زي الفل اهي، ما بتتقطعش ولا اي حاجة ولا بتشقق، وده بيدل على ان المقادير مظبوطة والعجينة ناجحة جدا. فكده انتي تمام والحاجة بتاعتك هتطلع ممتازة. بصوا بدعك العجينة ما بين راحة ايدي ازاي، ما بتاخدش وقت، لفتين بس كده ما بين راحة ايدي لونها بيفتح وبتكون طرية معانا جدا. وبعد كده بجيب البصامة يعني ببصم عليها كده، خلاص بتاخد الشكل الجميل معايا ده. وطبعا البصامة بتسهل كتير جدا واسرع بكتير من المنقاش، فاللي انت بتحبيه وتفضليه اعملي بيه. كمان عايزه اقولك ممكن تعملي شكلين، لو انت هتعملي ساده وهتعملي بحشوه، انا هعمل بالحشوه هعمله بالمنقاش، والساده هعمله بالبصامه علشان بعد التسويه اقدر افرق ما بين الساده وما بين اللي هو بالحشوه، مع انه بيبقى واضح جدا اللي بالحشوه بتبقى الكحكايه تقيله شويه، واللي هي مش محشيه الكحكايه بتكون خفيفه. بعد كده هرصها في الصاج وبسيب مسافة ما بين كل كحكاية والتانية. هبدأ بقى ان انا اشكل العجينة كلها كده وابدأ ان انا ارصها في الصاجات. عايزة اقول لكم الكحك السادة لازم يترص في صاج لوحده، والكحك المحشي لازم يترص في صاج تاني لوحده، علشان الكحك السادة ليه تسوية والكحك المحشي ليه تسوية تانية خالص، ليه درجة حرارة معينة، ده ليه درجة حرارة غير درجة حرارة الكحك المحشي. بالنسبة بقى للمكونات بتاعتنا بتاعة كيلو الدقيق كلها أساسية ما عدا اللبن، ممكن تستبدليه بالمية أو ممكن تستبدلي المية بالحليب. أنا حطيت لبن بودر وحطيت مية. لو مش هتحطي لبن بودر وعايزة تستخدمي حليب أو لبن خلاص تمام مفيش أي مشكلة. حابة تستغني عن اللبن البودر والحليب خالص وتحطي مية فقط برضو تمام. المحلب برضو تقدري تستغني عنه، ده اختياري. ريحة الكحك او بهارات الكحك لو مش حابة تستخدميها برضو تقدري تستبعديها خالص وتحطي بدلها فانيليا. كده قدرت اقول لكم على كل البدايل وكل الاسئله اللي ممكن تدور في دماغكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. كمان برضو السمسم ممكن تقدروا تستغنوا عنه. بالنسبه لحشوه الملبن ممكن تستخدموا ملبن بدون اي مكسرات خالص، يعني بتستخدمي الملبن بتسيحيه كده بمعلقه سمنه بس وخلاص، على كده ما تحطيش مكسرات لو برضو مش حابه. كمان عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، ما ينفعش ان انت تمسكي الكحك كله تكوريه وترصيه في الصاج كله مره واحده وبعد كده تبداي ان انت تشكليه بالبصامه، لا، اول ما تعملي الكحكايه ابصميها على طول بالبصمه وحطيها، علشان العجينه لما بنسيبها الكحك كده لما بنسيبه هو لسه عجين هيشمع معايا. ممكن بس تعملي 3 4 وحدات وبعد كده تحطي بالبصمه، 3 4 وحدات وبعد كده تشكلي بالبصمه، ولكن انا بفضل انك تشكلي العجينه وبعد كده تعمليها بالبصمه على طول وانتي بتشكليها وتحطيها في الصاج بتاعك. نيجي بقى للتسوية. اول ما تخلصي الكحك بتاعك ما بنسيبوش خالص يخمر، الكحك بتسيبيه بس 10 دقايق كده يريح وبعد كده تبتدي ان انت تسويه. لو بتعملي لوحدك كده زيي
انا مشغله الفرن جنبي، واول ما خلصت بدأت ان انا احط صاج على طول. والصاج عبال ما بعمله بتكون ارتاح معايا شويه، بروح مطلعه الصاج اللي في الفرن ومدخله اللي بعده. لو انت بقى بتعملي وبتشغلي كذا حد كده وبتشتغلوا وخلصتوا على طول، الكحك ملحقش يقعد، بتسيبيه يا دوب بس 10 دقايق يرتاح بس مش اكتر، وبتدخليه الفرن على طول. الكحك ما بنسيبوش يخمر. نيجي بقى على التسويه. بتسوي في فرن البوتاجاز عادي او في الفرن الكهربائي، كلها تسويه واحده. ما اقدرش اتحكم معاكي بدرجه حراره معينه، كل واحده وعارفه الفرن بتاعها، ما اقدرش الزمك بدرجه حراره، وفي الافران كلها مش زي بعض. اهم حاجه تبقى درجه الحراره وسط. لو هتشغلي من فوق ومن تحت تبقى درجة الحرارة وسط، وكل شوية تبصي عليه كده وتبشري الفرن بتاعك. اهم حاجة ما تكونيش مشغلة الشواية عندك تكون شديدة، الشواية بتكون هادية قوي، والفرن من تحت بيكون وسط. ولو الفرن عندك بيشتغل من تحت بس ما بيشتغلش الشواية مع بعض، بتشغلي تحت لما ياخد لون حلو كده، وبعد كده بترفعي فوق وتشغلي عليه الشواية على الهادي. الشواية اهم حاجة تكون هادية عشان تديكي لون ذهبي خفيف كده. الكحك ما ينفعش يبقى لونه غامق. كمان الكحك السادة بتحطيه على نار هادية وسط، ممكن يكون 150 160 درجة الحرارة علشان يطلع معاكي مظبوط. اما الكحك المحشي ده بتحطيه على درجة حرارة وسط، ممكن 180 زي الكيكة كده، علشان خاطر الحشوة ما تنشفش معاكي. الكحك المحشي لو حطيتيه على نار هادية الحشوة هتنشف معاكي. شايفين ما شاء الله التسوية طالعة عاملة ازاي؟ الكحكاية واخدة من اللون اللي بره، اللون الذهبي الفاتح الجميل الجلد الجميل ده. الكحكاية ما بتحبش تكون غامقة، ومن جوه زي ما انتوا شايفين مستوي جدا جدا، والحشوة بيضة وكمان دايب دوب زي ما انتوا شايفين. بصوا هوريكم الكحكة عاملة ازاي. شايفين دايبة جدا، ما هيش معضمة ولا اي حاجة ولا كمان ناشفة. شايفين دايبة. الكحك بتاع السنة دي جميل جدا جدا، طعم وريحة ممتازة، وطول ما احنا بنسويه ريحته طالعه حلوه جدا جدا وقلب البيت كله. ده غير ان كمان الرسمه بتاعتها ما راحتش وثابته زي ما انتم شايفين، زي ما شكلناه ودخلناه الفرن زي ما طلع الرسمه ثابته وما فرش معانا ولا اي حاجه خالص. كمان بصوا اللون واخد لون جميل جدا من تحت ومن فوق. بصوا القاعده بتاعتها فيها فراغات كده بسيطه، وده بيدل على ان الكحكايه كده خفيفه وهشه. شايفين بصراحه كحك في منتهى الجمال. جربوه بالطريقه دي وبنفس التريكات اللي قلتها لكم، حاجات كده محدش هيقول لكم عليها، وبنفس كمان النكهات اللي حطيناها حلوه جدا جدا. شايفين الكحكايه عامله ازاي؟ والحشوه فيها مش ناشفه ولا اي حاجه. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. كحك كده زي العسل. جربوه بالطريقة دي. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفاد. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. اقول لكم بقى على طريقة الحفظ. بتحفظيه في اي علبة كده بلاستيك تكون محكمة الغلق، بترصي كده الكحك فوق بعضه كحكاية فوق كحكاية، وبتقفليها وتاخدي منها على قد استخدامك وترجعي تقفليها تاني. بيفضل معاكي طازة وكأنك لسه عاملاه لحد اخر واحدة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش حبايب قلبي لايك للفيديو. سيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.